مصادر للجزيرة إن تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على منطقتي تل الزعتر والبوجواري الاستراتيجيتين في محاولة للتقدم باتجاه مصفاة بيجي شمالية بغداد. وقال مراسل الجزيرة إن مدينة بيجي تشهد معارك كر وفر بين مقاتلي التنظيم والقوات العراقية المدعومة بميليشيا الحشد الشعبي. وقد نفى الجيش العراقي الأنباء عن عودة سيطرة تنظيم الدولة على قضاء بيجي. منذ أسابيع والضبابية تخيم على أخبار مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية. وفي الساعات الأخيرة تضاربت الروايات مجددا حول من يسيطر على المدينة. مصادر في تنظيم الدولة تؤكد سيطرته التامة على بيجي وجامعة تكريت، لكن مصادر أخرى محلية قالت إن مقاتلي التنظيم سيطروا فقط على بعض الأحياء داخل المدينة، مشيرة إلى أن هذه الأحياء مهمة لأنها تؤدي إلى مصفاة بيجي النفطية التي تعد أكبر المصافي في العراق. لم يصدر عن حكومة بغداد أي تعليق ردا على هذه التصريحات، لكن قيادة عمليات صلاح الدين الحكومية في بيجي نفت أنباء سيطرة تنظيم الدولة على المدينة. وأضافت قيادة العمليات أن مقاتلي التنظيم يحاولون استغلال منطقة الجزيرة المفتوحة من جهة غرب بيجي إلى غرب تكريت للتحرك وتنفيذ عمليات فردية ضد القوات الحكومية. هجمات أخرى شنها مقاتل التنظيم على فوج الطوارئ التاسع في بلدة السجارية شرقي الرمادي في محافظة الأنبار أدت إلى مقتل العديد من رجال الشرطة والاستيلاء على أسلحة وذخائر. في غضون ذلك أفادت مصادر للجزيرة بمقتل مسلحين من تنظيم الدولة في قصف جوي استهدف معاقل للتنظيم في ناحية بعشيقة ومنطقة الوحدة بمدينة الموصل شمال العراق. ويبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية يلجأ إلى أسلوب الكر والفر مع القوات الحكومية المدعومة بميليشيات الحشد الشعبي وعدم فرض السيطرة على المناطق لفترة طويلة لتجنب ضربات التحالف الجوية التي أدت إلى خسائر كبيرة في قيادات التنظيم